اللهم ان هذا زمهرير فبرده وهونه، اللهم كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل هذا الثلج بردا وسلاما على اخواننا السوريين اللاجئين المضطهدين المنكوبين يا رب العالمين. اللهم كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل هذا الثلج بردا وسلاما على اخواننا السوريين اللاجئين المضطهدين المنكوبين يا رب العالمين. شوف يا ابو عبد الله، شفت يا اخوان هذا الثلج، هذا الثلج اللي يجلس عليه الاطفال ويجلس عليه الارامل والنساء المطرودين والمنكوبين من بلاد سوريا، نسال الله ان ينتقم من اذاهم. فكم محتاجين من مساعدتكم وعونكم وخدمتهم واكرامهم، ومن نفس عن مسلم كربه نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ونسال الله الذي يقي زمهرير هذا البرد في هذه الاماكن في الزعتر وغيرها في الاردن ان يوقيه زمهرير جهنم، لان جهنم فيها زمهرير وهو شده البرد، فنسال الله ان يقيهم ذلك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، الله تعالى يقول الزمهرير هو شده البرد، فنسال الله ان يكون من كان عونا وبذل بما يستطيع حتى لو بالدعاء بما يستطيع أن يقي زمهرير جهنم التي ذكرت في محكم التنزيل. أطفال ونساء وأرامل وأيتام مشردين منكوبين من سوريا يفترشون هذا الثلج في هذه الخيام الضعيفة التي أسأل الله أن كل من أبدلهم بكرفانة في بيت يكلف 9000 ريال فقط، 9000 يصنع في الأردن ويعطى لهم بدل خيمة في حملة بدلها، كم لهم من الأجر. نسأل الله أن يثيبنا وإياكم ويجعلنا في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله أن يجركم ويحسن لكم العطاء ويكثر لكم مثوبة، وأن يخلف عليكم ما أنفقتم صحة في أبدانكم وبركة في أعمالكم وصلاحا في أولادكم وسعة في أرزاقكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.